الرحمن الرحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا بقى، انا كنت شاريه خوخ، تمام، بس الحقيقه لقيته نشف مني وهيبوظ، فقررت اعمل منه وصفه. هنعمل منه مربى. طبعا المربى السريعه بتاعتنا اللي هي مش هتاخد وقت، او مربى تكون مستعجله يعني، تمام، عايزه تعملها بسرعه. طبعا المربى كلنا عارفينها، كلنا بنعملها. ادي وتحس ان هو مش احمر قوي، واخدين بالكم؟ تحس ان هو كله كيماوي كده، مش ما تحطي عليه ليمون او خل او كده. طبعا قطعته سلايس. ادي النوى بتاعه. بلاد الاجنبيه بياخدوا النوى ده بينشفوه طبعا في الفرن او في الشمس، وبيكسروا النوى وبتطلع زي النوى بتاع الايه اللي هو بتاع الاكل اللي احنا بنرميه ده، زي النوى بتاع القشطه مثلا او بتاع الخوخ او بتاع المشمش. عشان بقى نكسب وقت، ادي شرايح من الخوخ اهي. ممكن نفس الطريقة مع المشمش، مع اي فاكهة تكون مش مسكرة، هنحطه عليها بالتقريب اهو سكر كده، عشان طبعا هنكتر شوية عشان هو مزاز، تمام. فعايزين نعين المزازة او المرارة بتاعته اهو. هنحط عليه معلقة سمنة عشان تطعم الامور. خلاص كده، وهيدبل على النار. هنحطه على نار هادية مع التقليب المستمر. سكر والخوخ، شرايح من الخوخ، حتة سمنة. انا عايزة اكتر السمنة شوية كده. خلاص هسيحه على النار ونرجع تاني. بعد كده هنعمل النهارده كنافة، بس انا بادئه خطوة خطوة. الخطوة التانية هنعمل شربات. طبعا الكنافة بتبقى طبعا السكر ضعف المية. دي حوالي مثلا كوباية ونص من السكر اهي. كوباية ونص من السكر عليهم يعني من كوباية او كوباية الا ربع من المية، يعني يا دوبك المية تغطيها اهي. هنحط كوباية مية، انا مش عايزاها ناشفة قوي. بسم الله. واحنا بنحط المية يا جماعة هنحاول نخلوا الطروف بتاعة السكر كده، خصوصا الحواف يعني، تكون متغرقة مية اهي، عشان كده. خلاص عشان ما يتحرقش من الجوانب. خلاص، ممكن زي ما قلت من كوباية لكوباية الا ربع. عليه عصرة ليمون. هيغلي على نار عالية دقيقتين 3، وبعد كده على نار متوسطة او هادية لحد ما نوصل للخليط بتاعنا ان يكون شربات او سيرب تقيل. هيغلي حوالي 7-8 دقايق، واول ما اخلصه هجيبه لكم على النار اهو ونرجع تاني. بصوا بقى، طبعا حبيت اوريكم الخطوات. انا حطيته على النار اهو، شايفين اللي هو الخوخ مع السكر مع السمنه، شايفين نزل الميه بتاعته. فهسيبه بس يغلي غلوتين كده على النار لحد ما الميه دي عايزاها انا ناشفه خالص، تمام كده. هنشفها وبعدين نرجع تاني. بصوا بقى، سامعين انتوا الفوران ده بتاع الايه؟ شايفين الفوران الجامد ده بتاع الكرمله اهي كده. ادي الخوخ، وشايفين الصوص الجميل بتاع الشربات بتاعه ده اهي، اتكرمل خالص اهي. عايز بس نار هاديه. شايفين نشف خالص بقى، عامل زي الموز المكرمل كده. هنسيبه يبرد. عبال ما يبرد عندنا قرن موز واحد، وده اختياري. هنقطعه عليه، تمام، شرايح كده يسيح يعني. انا مش عايزه افرمه قوي اهي. والشربات على النار. لا اله الا انت سبحانك. ندوب كده الايه الموزه معانا. بسم الله. عايزين بقى نطعم الموضوع سبايسي شويه، هتحطي بقى اي مكسرات عندك. انا عندي هنا قرفه
هحط قرفة بسم الله، طعم الامور يعني. عندك بقى مربى، عندك ممكن تعملي كاستر مهلبية، وهنا شوية جوز الهند كده تمام اهي، مبشورة او عريضة اهي. نقلب الكلام ده في الحشو. اظن مفيش ابسط من كده. اي فاكهة عيالك مش حابينها او حسيت ان هي هتبوظ اعمليها بالطريقة دي. كرملة، اسرح كرملة اهي. بصوا والله خدت شكل تاني وخدت طعم تاني خالص، ولا كأنها حاجة يعني حاجة من غالية، اللي هي الصوصات الغالية دي، صوص العنب والحاجات اللي العيال بيحبوها المززة، بتبقى اساسها يا جماعة من الايه، من المشمش، من الخوخ، من البرقوق. بصوا يا جماعة الشربات اهو، بعد ما غلي حوالي 9 دقايق 10 دقايق بالكتير اهي، ركناه على جنب خالص اهو يبرد. هنا بقى بسم الله الحشو ده بردك المكرمل الجميل ده يبرد. هنا بقى سيحنا زي ما انتم شايفين كده بسم الله سمنه، اللهم كنا عذاب النار اهي. تمام. النهارده هنعمل ان شاء الله كنافه بطريقه بسيطه جدا، للي ما بيعرفش يعملها نعملها كمان. انا بس السمنه نازله من ايدي. هنعملها بطريقه على الطاسه من غير فرن، من غير اي مكود خالص. 10 دقايق هتكون معموله. يعني الواحد بيحاول يشوف كذا طريقه على النت، بيحاول يوصل لابسط طريقه. هناخده طريقه بسيطه جدا، هي طريقه الطرح. شايفينها الطرح دي بقى هنشوف مع بعض. الطرح دي اللي انت نجيب بقى الحشو ده بسم الله لا قوه الا بالله. بتحاولي لحد ما تجيبي، طبعا انا هنا بسم الله اهي كنت جايبه نص كيلو، فبحاول اسيب الحتت اللي هي صغيره او مفروله، وبحاول اخد على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين اهي، طرحه على بعضها اهو. شايفين كده اهي. لو مثلا طويله هنقسمها 2 بالتقريب كده اهي، وهنعملها نداري بقى ده كده، هنعملها خلف خلاف المحامي اهي. هنعملها كأنك بتعملي 7 و8 كده اهي. شايفينها ابسط طريقه، بس لازم تكون طرح. يعني تروحي تقولي له انا عايزه كنافه طرح، وانا جايباها طازه النهارده. طبعا لو اتحطت في التلاجة مش هتعرفي تتحكمي فيها. شايفين انا بعملها ازاي اهي. تعملي علامه فيه، علامه زائد، خلاص. اي حته تحس ان هي مكلكعه كده. طبعا الحاجات دي كلها هنغرقها دلوقتي بالسمنه اهي. هي طبعا كنافه معناها سمنه، في بيحط سمنه على زيت مفيش مشكله، بس الزيت بينشفها شويه. شايفين؟ ناخده يا جماعه اي حتت زي ما قلت تكون طويله كده مع بعضها اهي. سيدنا محمد. شايفين انا باخد عرض طويل على بعضه، زي شاشه طويله على بعضها. شايفين اهي عرض طويل كده، بحيث اعمل علامه زائد او علامه فيه. شايفينها اهي. شايفين اي حته تكون طويله كده اهي، بحيث نقفل على الايه، على الحشوه اللي احنا هنحطها فيها، ما تكونش ما تقعش يعني. تمام. عايزين نقفل كل الايه، كل الجوانب كده، ما تبقاش حته فيها وحته ما فيهاش. تمام يا جماعه. عايزين كمان عرض بسم الله اهي.
شايفين الجمال ادي برضو شريحة اهي، وهكذا كده بقى ضمنا اهي. عشان لما تحطوا الحشو يا جماعة ما تلزقش، لازم يكون الحتة اللي تحت دي كلها مقفل عليه اهي. شايفين كده؟ بصوا بقى كده ضمنا ان هي شايفين خدت كل الايه الاشكال متقفله. طبعا لازم نغرقها سمنه بالطروف والمنطقه اللي في النص اهي. المرحله دي بقى الحشو برد، يعني يستحسن يكون بارد او دافي، يعني انا سايباه من ساعتها على البلاط اهو. الحشو بتاعنا المكرمق خلاص اهي. حتى لو حسيت ان هو فيه صوص يعني ممكن تصفوه منه. تمام اهي. وفي ناس بيحطوا عليه معلقه نشا عشان يمسك في بعضه. خلاص اهي هنوزعه زي ما قلت. عايزه بقى اي مكسرات تحطيها براحتك. خلاص كده اهي. تمام. الحقيقه ابني قال لي حطي موز كمان، فطبعا كده كده انتوا عارفين ان الموز بايه بيسيح بسرعه. في المرحله دي بقى هنبتدي نقفل على الحشو ونضغط عليه جامد اهي اهي. وطبعا زي ما قلت بين كل طبقه والتانيه سمنه. تمام كده اهي. هنحطها على النار ونقلبها على الجهتين. عايزه تحطها في الفرن حطيها. خلاص حاولي قفلي عليها من كل حته، ما تسيبيش اي حته ما تكونش فيها سمنه اهي. وكمان الحتت الهايشه دي على النار هتنزل خالص. شايفين اهي. هي حته هايشه كده تحس ان هي ما شربتش زيت يعني سمنه قصدي. بنقفل عليها يا جماعه زي البهجه. شايفين كده اهي. طبعا لسه بقى كمان لو الحتت الهايشه اللي ما فيهاش سمنه دي هيطولها سمنه دلوقتي. هنوزع السمنه عليها اهي. هنغطي عليها باي غطا ونقلبها على الجهتين مع السمنه. زي ما قلت اي حتت هايشه هتنزل. هنغطيها على نار هاديه لحد ما تاخد اللون الجميل، ونوزع عليها كل شويه طبعا السمنه لانها اكيد هتحتاج سمنه. تمام كده. نقلبها على الجهتين. عايزه تحطي شياطه حطي. اظن كده مفيش ابسط من الطريقه دي، سهله جدا. هتتقلب على الجهتين. يلا بينا على نار هاديه.